عمال تعلي الذوق. هي عجينه جايه معجنه خالص، انا مش عارف اكمل الحلقه. طبق مش طبيعي، يعني ده طبق مش طبيعي. انا على فكره انا اول اوردر يجي لي من ساعه ما بدات فيديوهات، الاوردر يجي معدي السحاب معايا. انا مش عارف انا هكمل الحلقه ازاي، دي كلها لحم، دي كلها مكرونه باللحم. مساء الفل، معاكم الدرش وفيديو جديد، ومين بيعمل احسن مبكبكه باللحم في مصر. الفيديو ده معمول بناء عن اختياراتكم انتوا، كنت نزلت فوت ما بين المبكبكه والناشفيل تشيكن وكشري، وبصراحه يعني التصويت وصل لاكتر من 300 واحد، وانا مبسوط جدا طبعا بحاجه زي كده. ومفاجاه فيديو النهارده ان هيبقى في جيف اواي، في 5 هيكسبوا، كل واحد هيكسب وجبه مبكبكه باللحم من اكتر مطعم عجبنا النهارده. طبعا المبكبكه عشان ملهاش روح، يعني هتشرب الصلصه بسرعه، فاحنا مش هنستنى كل المطاعم تيجي، فاول مطعم هيجي هنبدا تصوير على طول، وهعرفكم الاسعار والكميات اول باول. اول واحد معانا مربوعه، هو اول وارخص واحد معانا، عنده طبق المبكبكه باللحم عامل 185 جنيه. فبصراحه السعر انا مستغربه، لان في اسعار معاه 600 جنيه. ده كده شكل اوردر المبكبكه باللحم من عند مربوعه. هو جاي فيه قطعتين لحم كده، وايه المبكبكه دي احنا طلبنا من اكتر من مطعم، في مطاعم كتير ما رضوش توصل، لان بيقول لك لازم تاكلها عندنا في الفرع، فكل ان هو موصلها وجايبها كويسه مش معجنه، فدي حاجه تحسب له بصراحه. هو جايب طبق المبكبكه جاي زي ما انتم شايفينه، في قطعتين لحم، يعني بالنسبه لسعر 185 جنيه هو ارخص حد معانا. في قطعه كمان صغيره اهي. انا سالت كل المطاعم عن نوع اللحمه اللي بيحطوها مع المبكبكه، ففي كل نوع هعرفك. مربوع بيستخدم لحمه بلدي مش ضاني مع المبكبكه، فالتيست بتاعها كويس، ولكن التيست بتاعها تيست لحمه بلدي عادي خالص، مش تيست ضاني او مفيش طعم ليا، مفيش اي حاجه تخص الضاني. الكواليتي بتاع المكرونه بيبقى واقف على ايه؟ كواليتي المكرونه بيبقى واقف على ان ما يكونش فيها نشا كتير، فكون ان هي جايه لي دليفري المبكبكه ما عجنتش، فكده هم بيستخدموا نوع مكرونه كويس، لان كل ما النشا قل في المكرونه كل ما الجوده بتاعتها زادت. تعالى انت كان دول المكرونه. يا مزاجه، طعمها حلو قوي، المكرونه مش معجنه، فيها سنه سبايسي كده، طعم الصلصه كويس قوي وغني، هو بس الفلفل الاسمر زياده حبتين يعني. تعالى ندول اللحمه. حته اللحمه دايبه قوي مع المبكبكه، مدياني ميكس كده، وب 185 جنيه وبالكواليتي ده هيصعبها على اللي بعده، خلي بالك لان اللي جاي اسعاره فوق خالص. بص اللحمه دايبه خالص، بتتعب بالمعلقه. تعال ناخد القطمه دي مع بعض. عالمي والله، الاوردر طعمه حكايه. يلا بقى نخش على اللي بعده. تاني واتقل واحد معانا حضرموت شيخ المندي، هو يعتبر اغلى واحد جاي النهارده، جاي بسعر 495 جنيه. بكبكه باللحمه عنده شكل جايب صينيه كبيره كده، ففي جلافزز كتير، سلطه زبادي ودقوس وكول سلو وطحينه، يعني جايب شويه سلطات محترمه بصراحه، وجايب شويه عيش كده، وجايب دي كلها لحم، دي كلها مكرونه باللحم. ده كده شكل المبكبكه باللحم من عند حضرموت شيخ المندي. اللي انا ملاحظه ان حجم الصلصه قليل، وبص لا هي عجنت خالص، هي عجنه جايه معجنه خالص، فممكن ده يكون من الدليفري. يعني بص انا هحاول كده اطلع حتى، لا هي معجنه خالص، يعني شكل كده الايه، المكرونه شربت الصلصه، فالمكرونه شربت الصلصه فكده فيها نشا كتير على ما جت، فطبعا زي ما انتم شايفين ده المنظر بتاع، هي عجنت بس هندوق اللحم برضه واقول لكم التجربه عامله ازاي. طيب احنا هنستثنى موضوع ان هي معجنه، وانا هقول لكم على الطعم بتاع الصلصه وطعم المكرونه والطعم بتاع اللحمه. اهو انا حاسس طعم النشا زي ما انا قلت ان النشا بتاعتي، حاسس طعم النشا جامد. التتبيله بتاعت الصلصه طعمها مش باين قوي، اكتر حاجه ضايقها طعم المكرونه والنشا. فتعالوا كده نجرب اللحم. دي كده كميه اللحم اللي جايه مع المبكبكه باللحم من عند حضرموت شيخ المندي ب 575 جنيه. يعني بتهيألي لو كانش المكرونه عجنت وكان طعم النشا باين قوي في المكرونه، كان ممكن التجربه تختلف. تعالى كده ندوق برده اللحمه. اللحمه دايبه جدا، طعم الضاني باين، طعمها حلو قوي، القطعيه بتاعتها كلها حمراء، يعني مش جاي فيها شغط، ما فيهاش دهن، بس طعم النشا والمكرونه مش ظابط معايا بصراحه. يلا نخش على اللي بعده. تالت واحد معانا قصر المندي. قصر المندي جاي بسعر 480 جنيه. الميزه النهارده ان قصر المندي بيعمل المبكبكه باللحم، بيعملها في الفخار بالموزه ضاني، فيعني المفروض ان الكواليتي بتاع المبكبكه وكواليتي اللحم تبقى بريميوم جدا. ده منظر المبكبكه باللحم من عند قصر المندي، هو جايب حرفيا المبكبكه وجايب الموزه، يعني هو جايب لك المبكبكه وجايب لك الموزه. هنعمل بقى اختبار الذوبان، نشوف بقى الموزه دي ايه. بس بصوا ما شاء الله، بصوا حجم الموزه قد ايه، حجم الموزه جاي ما شاء الله عليه كبير جدا، وبص الذوبان بتاعها، يعني بص، يعني هي بالمعلقه البلاستيك هي دايبه خالص اهي. الشكل بتاعها بص والله الشكل بتاعها فظيع. لا 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 لا، ايه ده، ايه ده. وبص اصلا الاوردر جاي لي بص مولع، ما شاء الله اللحمه، يعني بص قطعه اللحمه عامله حوالي، يعني تعمل لها حوالي نص كيلو. انا اول مره في حياتي اجرب مبكبكه بالموزه، وان الموزه جايه دايبه كده.
انا متفائل جدا اجربه بصراحه. هو جايب المبكبكه على وشها كده فلفل الوان وبتاع، وجات لي مش معجنه، فده شيء كويس جدا كمان. عايز اقول لكم ان الريحه حكايه. يلا بقى ندوق مكرونه. الخضار كده داخل مع مع المكرونه، وهو بعد الصلصه مقطعك عليها قطع طماطم صغيره وقطع فلفل الوان صغيره، موديه التست في حته تانيه حكايه. تعال بقى ندوق حته كده من ايه، ندوق حته كده من الموزه. اه، اللحمه نظيفه بشكل ما تتخيلوش، اللحمه نظيفه قوي. ايه الحلاوه دي؟ انا في حياتي ما دقتش جمال المبكبكه بالطعم ده. انا اول مره اشوف حد بيعمل مبكبكه من الموزه. اكتر حاجه لافته انتباهي ان الموزه دايبه. ايه السوا ده؟ والله العظيم طبق مش طبيعي. يعني ده طبق مش طبيعي، مش قادر اسيبه واخش على اللي بعده. مش رابع واحد معانا النهارده مشويات الوطنيه. مشويات الوطنيه جاي بسعر 285 جنيه. جايب كده واحده سلطه كبيره وواحده مخلل وطحينه. بصراحه جايب شويه عيش، يعني هو على سعر 285 جنيه. لا وبصراحه يعني هو مهتم بصراحه بالحاجه. والطبق جاي كبير، يعني بصوا. يعني مش هعرف اقلبه عشان المكرونه، بس الطبق كبير. بصوا الطبق قد ايه، طبق كبير قوي يعني. هو بص، هو ملغوص والدنيا هتبقى بايظه. حاول على قد ما يقدر، محاولات فاشله ان هو يحافظ عليها. بصراحه عاملها 100 ب 100 ستريتش. انا تعبت من فتح القرطه. طيب الوطنيه احنا برضو سالناهم، وهو قال لك ان هو بيقدم المبكبكه بلحمه بلدي، ولكن بيحط عليها ليه. يعني برضو عشان هم يكونوا صريحين معانا، واحنا عشان نكون صريح معاكم، هم بيعملوها بلحمه بلدي وبيزودوا عليها ليه. الريحه بتاعتها جايه ريحتها حلوه قوي. جاي كده قطعه لحمه، القطعه الثانيه وفي قطعه صغيره اهي. يعني كميه مش كتير قوي، بس على سعر 285 جنيه. يعني بصراحه يعني شايفه شيء كويس يعني. ناخد معلقه مكرونه الاول. طعم اللي هي فعلا باين. هو مدي دسم عالي قوي للمبكبكه واللحمه. عاجبني اول ميكس اللي هو لحمه بلدي مع ليا. هو لو ما كانش قايل لي او انا مش اكيل، ما ممكن ما اعرفش. اللحمه برضه هي دايبه خالص. انا عندها كده. بص، هي الطعم بتاعها اقرب للمكرونه البيتي قوي. يعني انت تحس ان انت قاعد بتاكل في البيت. طعمها مش وحش، طعمها حلو. المزازه فيها زايده، فالصلصه اللي محطوطه على معجون الطماطم انتوا اكيد فاهميني مديها مزازه. بس الدسم والتجربه كتوتال، التجربه عجباني بصراحه، تجربه حلوه قوي. يلا نخش على بعض. اخر واحد معانا الواحه. ايه ده؟ ست امونه؟ احنا مش طالبين الواحه. بص، هو انا عرفت ان هم اللي هم اسمهم الست امونه، يعني المطبخ عندهم الست امونه، والقريه كلها اسمها قريه الواحه. الاوردر ده جاي بسعر 430 جنيه. هو الاوردر جاي تقيل بصراحه. اوبا، الاسد جه. ايه ده؟ ايه ده؟ عايز اقول لكم ان الواحه جايب المبكبكه. بص ضلوع وكميه لحمه مش طبيعيه. يعني هو جاي بسعر 430 جنيه. بص، تحس ان اللحمه عندهم ببلاش. ده يعتبر تاني اكتر واحد جايب النهارده لحم بعد قصر المندي والموزه بتاعته. الميزه كمان ان الحاجه جايه ضاني. يعني هي الحاجه ما لحقتش المكرونه ما لحقتش تعجن، بس كانت على وشك يعني. هي لسه ما عجنتش، بس جايه شاربه كده وايه. مش عارف، انا متفائل قوي بصراحه. ينفع طبق واحد ولا تحسدوني ولا ايه؟ ايه طعم اللحمه ده؟ اللحمه جايه طعمها ولا احسن، طعمها حلو قوي. والمكرونه جاي طعمها عادي قوي. المكرونه بصراحه مش مميزه خالص، بس قطعيه اللحمه والصوص بتاعها. قطعيه اللحمه جايه حلوه قوي 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 قوي. بس المكرونه جايه مش مبهره. مش حاسس طعم البهار، حاسس طعم البصل مكرملها، مخلي طعمها كده سويت كده. فانا مش التوابل بتاعتها مش كتير، ومحلوانه في بقي. اصل عارف دي من ايه؟ اللي بيقطع يا اسطى جزار بلدي، مش جزار لحمه بلدي، هو بلدي ساطور وبيكسر العظمه. فالعظمه بيطلع منها قطع صغيره. هو ممكن تعمل اللي احنا شايفينه ده. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك من الصبح اللعبه دي اسمها ايه؟ ده كان اخر واحد معانا النهارده. التجربه بتاعته لذيذه. هرتبه لكم من احسن حاجه بقى لاسوء حاجه. احسن واحد جه من وجهه نظري النهارده هو قصر المندي. جاي المبوقه بتاعته مش معجنه خالص، الطعم بتاعها حلو ومش شاربه نشا. جايه في الصوص بتاعها والطماطم طعمها حلو قوي، او الصوص بتاع الطماطم او صوص الصلصه حلوه جدا. الميزه كمان ان هو جايب لي موزه ضاني مع المكرونه، فالموزه نازله مع السوا داخله على المكرونه. احسن تجربه جت النهارده بغض النظر عن السعر، تجربه قصر المندي. بعد تاني واحد النهارده معانا وهو مربوعه فاجئني النهارده بسعر 185 جنيه. انا ما توقعتش ان في حد هيقدم كواليتي محترم بسعر 185 جنيه، لان هو قال سعر النهارده. فلو هتبص على السعر هتجرب مربوعه. لو هتبص على احلى طعم واحسن تجربه هتاخدها بغض النظر عن الفلوس،
طبعا هتروح لقصر المندي. دي كانت حلقه النهارده معاكم الدرش. بفكركم بالجيف اواي، في 5 يكسبوا مبكبكه من اللحم من قصر المندي، يعني هتبقى مطبقه بموزه ضاني. اعمل لايك واكتب في كومنت احسن مطبقه في مصر. ده كان فيديو النهارده من الدرش. سلام.